هل تخيلتم يوما دبابة يمكنها السير تحت الماء بعمق كبير وإصابة أهداف تبعد 10 كيلومترات بدقة مذهلة؟ إنها ليست من الخيال العلمي، بل هي دبابة كي 2 بلاك بانثر الكورية الجنوبية التي يدرس المغرب إضافتها إلى ترسانته. هذه الخطوة تتجاوز كونها صفقة تسليح تقليدية، إنها تعكس تحولا استراتيجيا للمغرب، خاصة في ظل التطورات الإقليمية. ولكن لماذا الفهد الأسود تحديدا؟ لأنها تعد من أحدث دبابات الجيل الرابع المتقدمة، تزن 55 طنا، لكن محركها الجبار يمنحها سرعة تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة على الطرق و50 في التضاريس. مدفعها الرئيسي عيار 120 ملم، مزود بنظام تلقيم أوتوماتيكي فريد يمكنه إطلاق 10 قذائف في الدقيقة الواحدة. نظام التحكم في النيران فائق التطور يتيح لها إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات بدقة فائقة، كما أنها تتمتع بدرع قادر على مقاومة أقوى القذائف المضادة للدروع. ومن قدراتها المذهلة أيضا أنها غواصة برية، إمكانية عبور الحواجز المائية بعمق يصل إلى 4.1 متر. هذه الخاصية تمنحها الأولوية في المناورات المشتركة والعمليات المهارية. يرى الكثيرون أنها تتفوق على دبابات معروفة عالميا كالأبرامز الأمريكية والليوبارد الألمانية وحتى تي 90 الروسية الموجودة في الجزائر من حيث الكفاءة والأنظمة الإلكترونية. فهل سيغير انضمام الفهد الأسود للجيش المغربي موازين القوى في المنطقة؟ وماذا يعني هذا التحول الاستراتيجي لمستقبل الدفاع في المغرب؟ شاركونا آراءكم في قسم التعليقات، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من التحليلات والمعلومات الشيقة.